خير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا كده فيديو حلو قوي. هنعمل مع بعض الغدا بتاعنا النهارده. مش هقول لكم انا هعمل ايه غير لما اخلص الفيديو، عشان تقعدوا يعني وتتابعوا. ماشي، مش اول ما اقول لكم انا هعمل كذا وتروحوا سايبين الفيديو وماشيين. لا، انا هقول لكم اتفرجوا انتوا تعرفوا. عملت حاجه عظمه يعني، حاجه حلوه يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه واحبابه اجمعين. هخرط بس كميه البصل اللي معايا، هي كميه كبيره شويه. هما، اللهم صل على النبي، هم 15 بصلايه. ليه هعمل بيهم ال 15 بصلايه؟ هقول لكم انا هعمل بيهم ايه. يعني هم يعتبر كيلو ونص بصل، كيلو ونص. انا كده قشرت البصل اهو كله. هبتدي بقى افرمه على الكبه. هخلص بس كميه البصل اللي معايا كلها وافرمها على الكبه وهنشوف هنعمل مع بعض ايه. وانا ابتدي بقى افرم كده في البصل شويه بشويه، لان انا الاكل يعني اللي هعملها بكميه كبيره، فعشان كده فرمه بصل كتير. واحط كده طماطميتين. انا اول مره اعمل الاكله دي على فكره بالطماطم، بس جربتها لقيت الاكل طعمه معسل. يعني انا كل مره بعمله ببصل بس قلت يعني اجرب المره دي. فحطيت يعني مكترتش برضك، حطيت حبتين طماطم. فلقيتها معسله كده، يعني حلوه قوي، طعمها حلو المره دي. وكان بقى قرن فلفل كده، بقى سبايسي كده. هي الاكله دي من غير فلفل ما تبقاش لها طعم، لازم الفلفل، ويكون الفلفل كمان سبايسي. كده بقى العظمه اللي انا هعملها بقى دي ليا بقى افرمها على الكبه. برضك الاكله دي لو ما تحطلهاش ليا مش هتبقى حلوه. خليتها بصراحه عظمه. انا بقى كده عندي 3 كيلو لحمه مفرومه. هنزلهم بقى كيلو كيلو، يعني كيلو كيلو، واقلب في البصل. حطيت 3 كيلو لحمه مفرومه على الكيلو ونص بصل، لان الكيلو اللحمه المفرومه بياخد نص كيلو بصل. كيلو اللحمه المفرومه بياخد نص كيلو بصل. فحطيت ال3 كيلو لحمه مفرومه خدوا كيلو ونص بصل. وحطيت بقى كام حته ليا كده اهو. اللي دي بقى، هي دي بقى اللي خليته عظمه عظمه عظمه. فرمت بقى الليا وحطيتها عليه وقلبتها. وحطيت بقى التوابل بتاعتي، اللي هي الملح والفلفل والقرفه وبهارات لحمه بس، وشويه جوز الطيب. يعني حاجه بسيطه كده، جوز الطيب. ادي الفلفل. جربوا بقى بالطريقه دي المره دي اللي انا عملتها. انا كل مره بعمله بطريقه مختلفه، بس المره دي طعمه كان احلى. ده جوز الطيب اهي، رشيت له جوز الطيب. كان طعمه حلو قوي بالليه اللي انا عملتها بالطماطم. يعني اديته طعم حلو كده، مسكر حلو قوي. والليه اديته كده وديته كده طعم تاني كده وريحه تانية. بصراحه كان جميل. حطيت بقى بهارات لحمه، واحط قرفه وجوز الطيب وفلفل اسود وملح. هي دي البهارات بتاعتي او التوابل بتاعتي. وهدعك بقى البصل بكل الحاجات اللي انا حطيتها دي. بس كده. انا كده بقى دعكتها. وجبت عيش. العيش دوت اللي هو العيش ابو نص جنيه، مش العيش اللي هو اللي بالبطاقه، لا، لان العيش بالبطاقه مش ما بينفعش فيه. ده العيش ابو نص جنيه. هبتدي بقى احشي بقى الحواوشي بتاعتي على حسب بقى ما بتحبي بقى. تحبي تحطي حشوه كتير، تحبي تحطي حشوه قليله. انا عامله كميه كبيره.
تنسنيش بقى في اللايك بقى وفي الشير بقى، واللي ما اشتركش يشترك يا رب، يعني اللي ما اشتركش يشرفني ويشترك. انا برضه كده بقى ايه، انا يعني حشيت كده ايه كام واحد، وبدات بقى اولع ايه على الطاسات، على الصواني او الطاسات اللي عندي. ولعت على الطاسه، ولعت على صينيه ودهنتهم زيت، يعني حطيت رشه زيت كده بس مش كتير قوي، يعني حاجات بسيطه. وابتدي بقى ايه احطه على احمره من فوق. انا ما بحطوش في فرن، مش بحبه في الفرن، بحب احمره من فوق، بيبقى طعمه جميل برضه. اهو زي ما انتم شايفين اهو كده مستمره برضك في حشو العيش. اهو. وابتدي بقى اقلبه، وحطيتين بقى، حطيت ايه بقى هنا في الطاسه برضك في الصينيه، حتتين ليا. حتتين ليا بقى ادوها بقى طعم وريحه وجمال، مش عايزه اقول لكم. غير اللي انا حاطاها في اللحمه، حطيت حتتين في الصواني يسيحوا كده في الزيت. بصوا بيبقى بالجمال ده، وكان طعمه تحفه وكان جميل جدا. جربوا بقى بالطريقه دي من غير فرن ولا اي حاجه، على البوتاجاز من فوق. وسهل، اكله سريعه يعني كده وسهله، والعيال بتحبها. اهي اللي اهي، حطيت اللي هي بقى في قلب الزيت كده، قلت خليها تسيح بقى وتدي ريحه حلوه وطعم حلو. واللي ما بيحبش اللي هي يعني عادي ما بيحطهاش، دي شخصيه يعني ايه، حاجه يعني ايه، حاجه بتاعتك في ايدك، يعني تحبيها حطيها، ما بتحبهاش ما تحطهاش. بس انا بحب اللي هي، يعني عموما انا بحب اللي هي. اهو بدات اطلعه بقى كله كده، واخلص الكميه بتاعتي كلها. اهو. انا بقى حشيته كله، بس هي هعمل على قد ما بناكل، عشان الحواوشي ما ينفعش يتاكل غير وهو سخن. اهو انا كده عملت على قد ما احنا هناكل او هنتغدى، والباقي برضك شايلاه برضو ايه لما حد يعوز ياكل ولا حاجه بنطلع نحمره كده على البوتاجاز وياخد. وعملنا بقى جنبه طحينه اهو زي ما انتم شايفين اهو كده بالجمال دوت والحلاوه دي. وعملنا جنبه طحينه بقى ويا رب الغدا يكون عجبكم، ومع السلامه.